مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها. هذه التفاصيل الكاملة لمحضر الاتفاق بين نقابات التعليم والحكومة. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. تم اليوم التوقيع على محضر اتفاق جمع اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قبل لحظات من يوم الثلاثاء. توقيع الاتفاق تم بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوجي القجع، ووزير الشغل يونس السكوري، ومصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة. المحضر بعنوان من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تضمن مجموعة من النقاط حول تعديل النظام الأساسي وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية التي كانت موضوع إضرابات واحتجاجات لأزيد من شهرين على التوالي. وقد تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2-23-819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. كما جاء في المحضر الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2/0/854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016. كما تم الاتفاق على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف. وتم الاتفاق على إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من أستاذ مبرز للتربية الوطنية، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية. وبخصوص مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية، تم الاتفاق على تدقيقها وملائمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية. كما تم تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة للجديد وملائمة المناهج والبرامج فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وفي انتظار ذلك يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي. وكذا إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية المقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف. والاتفاق كذلك على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلائم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لا سيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى السلم 11 من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا،
على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2024. تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لا على مدى 3 سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600 منصب للمباريات الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به. فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى 6 سنوات ابتداء من سنة 2024. تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممولين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2024 بالنسبة للمستشارين وفوج 2024-2025 بالنسبة للممولين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفية إجرائه بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.